السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. في الحلقة دي إن شاء الله بنجاوب على سؤال دايما بيتكرر كتير، وهو لو أنا طالب أو حديث التخرج أبدأ منين وإزاي؟ كتير من طلابنا الجدد الخريجين بيقولوا أنا خلصت كلية أبدأ منين؟ النهاردة أول يوم هقول لك خريطة طريق بسيطة تخليك تبدأ صح. تابع معايا. أول حاجة حدد هدفك في أي كلية أنت دخلتها، وعندك مثلا كلية التجارة واسعة جدا وفيها أكتر من قسم مثل المحاسبة والمراجعة والضرائب وإدارة الأعمال والتسويق والتمويل وبنوك. فأول خطوة لازم تشوف إيه المجال اللي يناسبك واسأل نفسك أنت بتحب الأرقام والتحليل، يبقى في الحالة دي هتختار المحاسبة أو التحليل المالي، ده مناسب ليك. لكن لو بتحب الإقناع والتواصل يبقى التسويق أو المبيعات، ولكن لو بتحب الإدارة والتنظيم يبقى إدارة الأعمال والموارد البشرية. وبيبقى لازم تحدد هدفك وتشوف أنت شاطر في إيه. يبقى أول حاجة قلناها اللي هو تحديد الهدف. تاني حاجة الأساسات العملية. أنت كلنا عارفين إن الكلية بتديك الأساس النظري، ولكن السوق بيقول لك أنا عايز كمان الجانب العملي أو المهني. لو اخترت محاسبة يبقى تتعلم برامج زي الإكسل والأرب سيستم، لكن لو اخترت تسويق يبقى تتعلم التسويق الرقمي وكتابة المحتوى، ولكن لو اخترت البنوك يبقى راجع على مبادئ التمويل ومحاسبة البنوك وانزل اتدرب في البنوك أيام الدراسة. لكن لو اخترت المراجعة يبقى تدور على مكاتب المحاسبة أو مكتب محاسب قانوني تتدرب فيه. لكل هدف أساس عملي لازم تكون جاهز ليه. تالت حاجة قدم على كورسات دورات تدريبية أو عمل تطوعي حتى لو مجاني في البداية، وإحنا كمان هنا في القناة بنعلمك بطريقة سهلة وبسيطة ومهنية، وإن شاء الله بيكون في دورات مجانية ومدفوعة، والتجربة العملية بتفرق معاك أكتر من أي شهادة نظري. رابع حاجة لازم يكون عندك مهارات التواصل وحل المشكلات وإدارة الوقت، ودي اللي بتميزك عن غيرك، فاشتغل على نفسك فيهم من دلوقتي. الموضوع مش محتاج عبقرية ولكن محتاج بداية زائد استمرار، واحنا مش في سباق. ابدأ من النهاردة أو اليوم خطوة صغيرة كل يوم وهتوصل للي انت عايزه. وأهم حاجة ما توقفش تطوير نفسك أبدا. لا تنسى تعمل لايك وتشترك في القناة وتشارك الحلقة مع أصحابك الطلبة أو المحاسبين الجدد. ولو في حاجة حابين أشرحها ولو في سؤال معين اكتبوه في التعليقات وأرد عليكم، وأشوفكم إن شاء الله قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.